السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة. عاملين ايه في الحر ده والجو دوت؟ عايزين نعمل كده حاجة حلوة، يعني تبقى تضيع الاكتئاب اللي عامله لنا الحر، وتضيع كده يعني مش عارفة اقول لكم ايه، والله ما عارفة اقول لكم ايه. هي عبارة عن لفة جلاش، وتعالوا نعمل مع بعض ستو كريمة. عارفين ستو كريمة؟ ما انا خلصت من القشطوطة وضيعت فلوسي عليها، فقلنا نضيع فلوسنا بقى على ستو كريمة دي. بس الحمد لله ما ضيعناش فلوسنا ولا حاجة، لا احنا اقتصرنا وعملناها في البيت بأقل التكاليف. لفة جلاش واحدة وهتعملي احلى ستو كريمة في الدنيا. يلا بينا نبتدي الفيديو ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملة معايا إيه بقى؟ عاملة مهلبية بسيطة جدا، عبارة عن لبن، 3 كوبايات لبن، عليهم معلقتين دقيق، عليهم سكر، 5 معالق سكر. زي ما انت حابة، مش عايزة تحطي سكر ما تحطيش، ده بيرجع لذوقك انت برضه. تمام كده. طبعا العسل معانا 2 سكر، 2 ميه، سيبناهم غلوا كده على النار بعصرة ليمونة وفانيليا، وحطينا معلقة زبدة في الاخر خالص. تمام تمام. انا مجهزه معاكم حاجتي اللي انا هشتغل بيها على طول. معايا كده بقى ايه؟ لفه جلاش محترمه. طبعا انتوا عارفين اسعار لفه الجلاش، يعني مش غاليه جدا، في متوسط الجميع. تمام تمام. هنجيب بقى الزبده معانا، واوعي تعملي الجلاش غير يعني باي حاجه تانية غير بالزبده. تمام، بالزبده بيطلع رائع وبيطلع مورق وبيطلع خطير. تمام كده. بنجيب 3 طبقات من الجلاش، بنفضل كده ندهن كل طبقة زبدة، بين كل طبقة زبدة، وبعدين بنجيب آخر واحدة وبنطبقها 4. تمام، عشان تعملي ستو كريمة زي بتاعة المحلات المشهورة اللي احنا خلاص والله تعبنا يا جماعة، تعبنا يا جماعة، ارحمونا شوية. العيال كل لما يشوفوا الحاجات دي بيتهبلوا. عارفين الاطفال والعيال بيحبوا الحاجات دي قوي. فاحنا النهارده هنعملها في البيت بطريقه اقتصاديه، بطريقه صحيه. انا حطيت كل اللي ضفته على اللبن بتاعي والدقيق، حطيت 3 مكعبات من الجبنه الكيري. تمام، وقلبتهم كده مع بعض حلو، وادت للكريمه بتاعتي ليها طعم مميز. هنقفل طبقات الجلاش زي ما حضراتكم شايفين كده، هنطبق كده طبقه والطبقه التانية على طول. تمام تمام. في حاجة صعبة لغاية كده؟ مفيش حاجة صعبة وكله سهل سهل. هنجيب بقى صاج وندهنه زبدة، كل شغلنا بالزبدة عشان يطلع لون الجلاش بتاعي معانا لونه ذهبي وحلو وخطير. خلصنا اول واحدة، ست ابوها ستو كريمة، قصدي ست ابوها ايه، بس ستو كريمة. ونعمل الطبقة التانية الستو كريمة التانية، ونشوف معانا كده اول واحدة هندهنها زبدة. تمام. لو ولادك من عشاق الحاجة حلوة، الحاجة حلوة دي بصوا يعني خطيرة بجد، تستاهل التجربة. هي اسعارها غالية بره شوية، بس يعني احنا عملناها في البيت بأقل التكاليف. تمام تمام. حطينا الطبقة التانية، في حاجة كده صعبة، ندهن بقى زبدة زي ما حضراتكم شايفين، ونطبق الورقة التالتة 4. نجيب بقى الكريمة بتاعتنا اللي احنا زودنا القيمة الغذائية بتاعتها ب3 مكعبات من الجبنة النستو. تمام، مهلبية عادية جدا، وحطينا لها مكعب زبدة وقلبناهم، بقت معايا مهلبية جاهزة للاستخدام. ادي تاني واحدة خلصناها، بندهن وشها زبدة. تمام، عشان تطلع مورقة. نجيب بقى الرابعة. هما لفة الجلاش معايا هتعمل 5 وحدات من ستو كريم. تمام. طبعا بقى عندك كريم شانتيه، ده اساسي في الوصفه، بتبقى مجهزه. طبعا انا عملت معاكم الكريم شانتيه كتير قوي، وعباره عن 2 كوبايات كريم شانتيه، معايا نص كوبايه ميه مثلجه، وبنضربهم بالمضرب الكهربائي. عايزه تضيفي له اي اضافات بقى تزودي القيمه الغذائيه بتاعته، عايزه تحطي عليه كريم باستري. انا حطيت عليه سكر، وحطيت عليه عشان انا بجيبه
خالي، يعني ما بجيبهوش اللي هو المسكر، انا بجيبه خام. تمام. وبنضربه بقى بالميه المثلجه وبيصبح معانا كريم شانتيه. وعملت صوص كراميل كمان بسيط، وهنشوف في الاخر وهنزين ونشوف الطريقه بتاعتنا في الاخر. وست كريمه هتروح معانا لغايه فين، هتوديك في حته تانية خالص بجد بأمانة ربنا. دي آخر واحدة من ست كريمة. طيب ايه بقى الأخرانية دي؟ وهي فاضت معايا، عملتها كده شكل وردة عشان ازوق بيها في الاخر زي الجناش كده بالظبط. تمام. وردة كده وحطيت خلة وبقت شبه الفيونكة بالظبط. تمام. تمام. نروق بقى مطبخنا ونروق رخامتنا ونولعين الفرن على درجة حرارة 180 تحت وفوق مع بعض، وهنسوي الاتنين. تمام. ما شاء الله، اللهم بارك، بجد خطيرة، رائعة رائعة. نطلعها بقى والشربات معانا جاهز، هنحطه عليها اول ما يطلع. ده شربات في البيت انا عاملاه، بس مفضياه في بتاعه العسل بتاعتي كانت خلصت، فقلت ايه استخدمها. تمام. بصوا الجمال، بصوا يعني دي حاجه خطيره بجد. هحطها بقى كل واحد في طبقه. هزين كل واحدة بقى شكل زي ما انت حابة. عايزة تحطي مكسرات، عايزة تحطي كريمة، بس ده بيرجع لذوقك انت في البيت. والحاجة اللي موجودة عندنا نمشي بيها نفسنا، ما نوقفش نفسنا عند حاجة. ايوه، ما احنا الجيش قالك اتصرف. تمام. تمام. شيل بس الايه الحاجات دي، ونبدأ نزين لكل واحد ست كريمة بتاعته بحاجات بسيطة كلها موجودة في البيت عندنا. تمام. أنا عملت 4 بالكريم شانتيه والكريم صوص الكراميل، وخليت واحدة سادة. تمام. هم 5 معايا طلعوا. لفة الجلاش طلعت معايا 5 من ست كريم. نجيب بقى العسل بتاعنا، اظبط لكم بس الكاميرا. نبدأ بقى ننزل العسل وهي سخنة. والله العظيم طلعت رائعة، ما في أسهل منها. بس هي خطيرة، حاجة كده تروق علينا في الحر. وانتوا عارفين ان الأولاد أجازة وبيحبوا ياكلوا ويخرجوا من البره، والحاجات كتير بتبقى حلوة يعني. فاحنا قلنا ايه، نعملها لهم في البيت بطريقة موفرة، بطريقة اقتصادية، وحاجة كده على قد الايد. اللايك بقى فين؟ اللايك والاشتراك والكومنت حلو منكم، واللي بيسعدني كتير قوي 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 قوي. واللي يشوفني لأول مرة يشترك في القناة فضلا وليس أمر، يا أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ادي الكريمة بتاعتي كنت مفضياها في الكيس وحطها في التلاجة بقى بتسقع بس كده. ادي يا ستي، بس ادي ست كريمة اهي. ونعمل كده حركات، نمشي. كريم شانتي بتاعنا، ونكمل بقى تزيين بنفس الطريقة لكل واحدة من ست كريم. تمام. تمام. نعمل بقى اخر واحدة. عايزة اقول لكم ان هي طلعت خطيرة، ولما تسيبيها كمان بقى في التلاجة لتاني يوم طلعت تحفة تحفة تحفة. اتمنى منكم تجربوها بجد في البيت، رهيبة وموفرة معاكي جدا لو عندك عدد اطفال في البيت كتير. يعني دي تعتبر احسن يعني. وعملنا لهم زي بتاعت بره. تعالوا بقى نحط صوص الكراميل اللي انا عاملاه برضو، نفضياه. يلا بقى ننزل صوص الكراميل برضو. الصوص الكراميل مع الكريمة بجد خطير خطير خطير.
نحط بقى مكسرات، نحط جوز هندي وزبيب، ده بيرجع لذوقك انتي واختيارك في البيت. طبعا الخمسة هتقولوا لي فين، هي في الفرن لسه بتستوي براحتها. هنطلعها نحط عليها العسل. بصوا بقى، دي الفيونكة اللي عملناها مع بعض، خطيرة حاجة كده، يعني مزاج عالي. يلا بقى بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة. نجيب بقى حبة من زر الورد دوت، نحط كده حبة، ديها شكل حلو قوي. ونجيب شوية مكسرات اللي موجود عندك ومتوفر في البيت اشتغلي بيه. عندك زبدة لوتس، عندك شوكولاتة نوتيلا، بصي كل حاجة شغالة. عندك اوريو، يا سيدي على الاوريو بقى وجماله، بتبقى خطيرة برضو. نحط بقى جوز هند وزبيب ومكسرات بس كده. وادي ست كريمة يا ولاد. هنعملها تاني على فكرة، من جمالها هعملها تاني. اهم حاجة بس تكوني مجهزة حاجتك، عندك كريم شانتيه، عندك لفة الجلاش، عندك الكريمة محضراها، يا دوبك الحاجات بتبقى جاهزة، العسل محضراه، فكل حاجة بتبقى تمام، فبتقدري تشتغلي وبتطلعي حاجة بسهولة جدا. ادي بقى الخمسة بتاعتي طلعت اهي من الفرن، هنسقيها شربات ونطلعها سادة على طول. بقى عايزين ندوق مع بعض ست ابوها، لا مش ست ابوها، ست كريمه. ما هو احنا خلصنا من القشطوشه، يطلع لنا بقى الست ابوها، فنشوف ست ابوها دي اللي هتضيع لنا فلوسنا كلها في الارض دي. يلا دي بقى اللي لسه مطلعينها سخنه استوت، هنخليها ساده ماشي. هنحط عليها عسل بس، بصوا ده عسل انا عاملاه اهو. هنحط عليه عسل للي عايز بالساده، بس انا متاكده انه هيحبوا دي. ماما يلا بقى نقطع واحده مع بعض. نقطع انهي دي سيدي ناكل من دي. الله، لا انتي ايه كمان ده؟ الله، والله شكلها تحفه. بصوا بقى، ايه رايك يا لوجي؟ طب والله جميله. دوقي معايا، ماشي دوقي معايا ست ابوها. هو هي ايه؟ دي بتاعتي ست ابوها. عارفه بقى انت في عند محلات بره. اسمها ايه بقى؟ اسمها قولي. بيقولوا اسمها ست كريمه. كريم. خلصنا من القشطوطه حضرتك، ايوه فعملنا احنا كل شويه نطلع من حاجه. ايه؟ احنا كل شويه نطلع من حاجه، بس القشطه جامده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده سكر ده، الله اكبر. حلوه. لا طب ممكن تمسكها دوق، ممكن نبقى ادوق كفايه. خطيره. دوقي بقى وقولي لي ايه رايك. يعني هو انا مش عارفه اقطعها. لا دي يعني مش قادره اقول لكم على الجمال، بجد تستحق التجربه. القطعه من دي ب25 جنيه بره، انا عملتها في البيت من ولا حاجه اقسم بالله، وكلها مكونات في البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي السلام عليكم. ما في كتير اهو. يلا بقى لا. اقول لكم بقى باي باي، وفي حلقه جديده مع عائله ماما روما، وفي وصفات جديده واكلات جديده. باي باي. رايحين فين؟ اللايك، اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت الحلو منكم. سلام.